وجدتها. اللؤى أصل الحكاية. أنا اسمي أندرو بهير، عندي 25 سنة في كلية طب. أنا بحب قوي أعزف، بحب قوي أرنم، ودي من أكتر الخدمات اللي أنا بعملها، إني أروح أسبح ربنا وبخدمهم في مدارس الأحد. كمان بحب قوي الأطفال. وغير كده، غير الترنيم، أنا بحب قوي أمثل وبحب أوصل للناس من خلال الدراما. حياتي كانت طبيعية جدا، كنت بعمل كل الحاجات دي لحد في يوم كان فارق في حياتي، يوم 12 مايو 2022. اليوم ده أنا كنت لسه مخلص عزف في الترانيم في الكنيسة بتاعتي. كنت بعدي الشارع أنا واحدة زميلتي، وإحنا بنعدي الشارع في عربية خبطتنا إحنا الاتنين. هي جالها كسر في رجلها الشمال، وأنا العربية خبطتني، رحت طرت شوية وقعت على راسي. بالصدفة كان في دكتور تبع مستشفى بيشتغل هناك، كان خارج بره في الشارع، كان بيجيب أكل أو بيتعشى، أنا لحد دلوقتي معرفش ولحد دلوقتي ما قابلتوش. بس الراجل ده جالي وحط إيده عليا وكشف عليا، لقى إن قلبي واقف، فعمل لي انعاش وقلبي رجع تاني. وفي حد من الاناقل اللي كان عنده في الكنيسه جم وشافوني انا وزميلتي مرميين على الارض، واتصلوا بالاسعاف وكلموهم، والاسعاف جالنا. سمعت صوت ارتضام جامد، يا دوبك وصلت هناك اكتشفت انه اندرو بلا حراك في الارض وفي نزيف طالع من فمه. طبعا انا اول حاجه جت في ذهني انه اندرو انتهى، لأنه مرمي على الأرض وفي نزيف من بقه ومفيش أي حركة. صحابي كلهم كانوا موجودين معايا، اللي كانوا موجودين معايا جوه في الكنيسة. رحنا الطوارئ بتاعة المستشفى، وهم في الطوارئ كلموا بابايا وأخويا ومامتي. وأخويا وهو داخل المستشفى ما كانوش قايلين له إن أخوه هو اللي عمل الحادثة، لكن هم كانوا جايبينه عشان بابايا دكتور، فقال له تعالى أنت وبابا عشان نطمن على الحد اللي اتخبط ده. أخويا دخل الطوارئ وهم كانوا حاطين لي أجهزة على صدري عشان ضربات القلب، وأول ما دخل سمع صوت صفارة ثابتة. كان قلبي وقف للمرة التانية. ما كنتش متوقع إن في يوم من الأيام أنا هكون واقف في الموقف دوت وأندرو مش جنبي. بعد كده أنعشوني وأنا في الطوارئ. أنا كل ده كان مغمى عليا، كنت نايم ده كله. عملوا لي أشعة، اكتشفوا إن عندي نزيف في المخ، وراحوا طلعوا لبابا وماما وقالوا لهم أندرو عنده نزيف في المخ، أندرو محتاج يخش ويعمل عملية نشيل الدم اللي عنده في المخ. بس هو دلوقتي أندرو حالته مش مستقرة، احنا محتاجين ندخله العناية المركزة لحد ما أندرو يتحسن، عشان هو لو دخل العمليات دلوقتي أندرو احتمال كبير يموت. بابا وماما ما عملوش أي حاجة، بابايا دكتور وهو عارف النظام بيبقى ازاي. وأنا بعد كده طلعت العناية فوق. كل صحابي في الكنيسة جم المستشفى وعرفوا الأخبار دي كلها، قعدوا يصلوا. مامتي راحت لبابا، بابايا دكتور، قالت تسأله أندرو إيه اللي هيحصل له. بابا دكتور وعارف إن النزيف اللي عندي في المخ ده نسبة النجاة منه 10% بس، وكمان المريض ده لما بيقوم بيبقى عنده شوية إعاقات أو بيبقى عنده مشكلة نتيجة للنزيف اللي كان عنده في المخ. فراح رد على ماما وقال لها صلي، مفيش أي حاجة تتعمل غير إن احنا نصلي له. أهلي في المنيا وكل صحابي اللي موجودين في القاهرة وصلوا لحد المستشفى، كانوا طول الوقت قاعدين مستنيين أندرو يطلع، مستنيين أندرو يفوق.
بس أنا كنت وقتها في غيبوبة. بعدها بكام ساعة بعد ما دخلت العناية المركزة طلعوني الدكاترة، عملوا لي أشعة على مخي تاني وقالوا إن النزيف اللي في مخي دلوقتي وقف، لسه في نزيف بس هو وقف. فقالوا إحنا هنأجل العملية اللي كانوا يخشوا يستخرجوا الدم من مخي فيها، قالوا إحنا هنأجلها دلوقتي عشان أندرو حالته لسه مش مستقر. في الوقت ده كله أهلي وكنيستي كانوا متجمعين في الكنيسة قاعدين يصلوا ربنا، يقولوا له قوم أندرو يا رب، قوم أندرو. علشان ربنا من فضلك اشفي أندرو ورجعه تاني مدارس الأحد. أنا كان في ترنيمة علمتها قبل الحادثة، مش فاكر بأسبوع ولا 2. الترنيمة دي كان القرار بتاعها بيقول هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفاه. وهم كانوا متجمعين في الكنيسة وسط الناس كلها اللي شغالين في الكنيسة، كانوا بيقعدوا يقولوا هستنى رب الإله، كانوا بيرنموا الترنيمة دي. في حاجة غريبة جدا أنا لحد دلوقتي مش فاهمها، بس في واحد جه تاني يوم على طول وراح لبابا وماما وقال لهم ما تقلقوش أندرو هيقوم في اليوم ال12 من الحادثة. أندرو هيقوم في اليوم ال12 من الحادثة. وأنا في العناية المركزة كنت كل ده في غيبوبة، والتقارير كلها كانت بتقول إن أنا كانت جاتلي كذا انفكشن لبكتيريا وفيروسات بيبقى صعب إن الدواء يعمل لها حاجة. وفي اليوم التاسع راحوا لبابا وماما وقالوا لهم إنه لحد اليوم ال14 لو أندرو لسه ما فاقش من الغيبوبة إحنا هنضطر نعمل له مخرج هنا في الرقبة بتاعته عشان ما ينفعش يفضل مكمل الوقت ده كله بماسك الأكسجين على بقه. ولكن زي ما أنكل راح لبابا وماما تاني يوم وقال لهم أندرو هيقوم في اليوم ال12 من الحادثة، أنا فعلا قمت في اليوم ال12. كنت كل ده مش عارف أتكلم، فاتح عيني بالعافية، مش بحرك أي حاجة. كان عندي شلل نصفي في الناحية اليمين من جسمي عشان أنا النزيف اللي كان عندي كان في الناحية الشمال من مخي. عينيا اليمين ما كانتش بتعرف تتحرك زي عيني الشمال، حتى الآن لسه مش بعرف أشم قوي. الاستطعام كان في الأول كنت شبه مش بستطعم أي حاجة، بس واحدة واحدة رجعت أستطعم تاني. وكل الحاجات اللي أنا حكيتها لكم حتى الآن ولسه في كام موقف كمان، أنا كل الحاجات دي مش فاكرها. أنا كنت في غيبوبة. الحادثة نفسها أنا مش فاكرها، وقبل الحادثة كمان بشهرين 3 كلها ذكريات مش موجودة عندي. كل الكلام ده أنا شفته فيديوهات وصور وتقارير من المستشفى. بعد شوية وقت في المستشفى بابا وماما خرجوني من المستشفى ونقلوني لمركز علاج طبيعي عشان أنا كانت حالتي لسه مش كويسة. كنت لسه مش بعرف أقوم، كنت لسه مش بعرف أتحرك، كنت لسه مش بعرف أتكلم. والحاجة الأكبر بكتير أنا كل ده كانش موجود في دماغي. وبعد كام يوم في المركز، وده كان أول ذكريات ليا، فوق وأول ما صحيت من النوم لقيت حاطط ايديا الاتنين كده، كان في كانيولا متركبة في ايدي اليمين وكانيولا في ايدي الشمال وأدوية كتيرة كنت قاعد اخدها، وانا ما كنتش فاهم اي حاجة من اللي حصل. زي ما قلت لكم الكلام ده كله انا معرفوش، مش عارف ايه اللي حصل، مش فاكر الحادثة نفسها. لقيت بابا وماما قاعدين على الكنبة هناك، رحت وقلت لهم بابا ماما، فراحوا هما الاتنين جولي. قلت لهم هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ ايه اللي بيحصل؟ فراحوا بكل بساطة بابا وماما قالوا لي أندرو انت عملت حادثة وربنا انقذك من الحادثة دي، وانت دلوقتي لسه بتتعالج، كلها كام يوم وان شاء الله تروح البيت. ورجعوا تاني قعدوا في اماكنهم. واللحظة دي انا صليت ربنا برغم ان انا ما كنتش فاكر اي حاجة ومش عارف اي حاجة. دخلت له كان زمايله حواليه، يعني انا متضايق قوي يعني رجعت قدامه وقعدت اعيط. فاليوم ده راح هو كان قاعد ومسك ايدي جامد، بابا قلت له يا اتكلمت
مش معقولة. قال لي أنا في سني ده يعني بالعافية، أنا في سني ده ربنا عمل كده، ما تخافش أنا كويس قوي. بس بحسب كلام بابا ان ربنا انقذني، رحت صليت لربنا وقلت له شكرا يا رب انك انقذتني. في المركز كل يوم وفي المستشفى كمان كان في ناس كتير قوي بتبات معايا، ناس من اهلي، ناس زي اخويا، ابن خالتي، اصحابي من الكنيسه، اصحابي في حياتي، قرايبي كمان. كلهم تعبوا قوي، كلهم كانوا مستنيين ان انا افوق تاني. وفي الوقت ده وانا في المركز قلت لهم واحنا في شهر كام؟ قالوا احنا في شهر 6. قلت لهم انا محتاج اروح عشان عندي امتحانات، محتاج اذاكر. وفعلا روحت، وكنت لسه مش بعرف اتحرك، كنت لسه مش بعرف اعمل حاجه، كان لسه الدكاتره بيجولي وبيعالجوني، وكل الدكاتره قالوا لي اندرو احنا شايفين انك ما تخشش الامتحان ده، عشان انا كانت لسه ذاكرتي مش كويسه خالص، كنت بنسى كل حاجه. لو كان حد قال لي حاجه الصبح كنت بعد الظهر مش فاكر اصلا اني قابلت الشخص ده الصبح. فالدكاتره كلهم قالوا لي كده، وفقدان الذاكره اللي كان عندي ده كان نتيجه للتجمع الدموي اللي كان عندي في المخ. لكن انا بكل بساطه قلت لهم هو انا ما دخلتش الامتحانات ايه اللي هيحصل؟ قالوا لي انت هتعيد السنه. قلت لهم طيب انا كده كده اخش واجرب ومش فارقه كتير. ودخلت وذاكرت، امتحنت الامتحان. وبعدها باسبوعين انا كنت في كامب مع ناس صحابي، الجامعه بعتت لي ميل بالنتيجه بتاعتي. شفت الايميل بتاعي، بصيت في الموبايل كده وكنتش فاهم الايميل ده بيقول ايه. فلقيت حد من صحابي قدامي، اديت له الموبايل قلت له ممكن تقول لي الموبايل بيقول ايه؟ فسكت وقعد يطبطب عليا. اخدت منه الموبايل ورحت لواحده ثانيه صاحبتي كانت واقفه برضه، قلت لها ممكن تقولي لي الايميل ده بيقول ايه؟ برضه ما قالتليش اي حاجه، وابتدت تتضايق وطبطبت عليا. فانا جمعت الكلام اللي كان بيقول اندرو انت ما نجحتش في السنه دي. في الوقت ده كنت متضايق قوي، قلت له يا رب يعني انا دلوقتي مش بعرف اتحرك كويس، مش بعرف اذاكر كويس، مش بعرف انجح حتى، مش بعرف امثل، مش بعرف اعزف، مش بعرف ارنم زي قبل كده. وفي الوقت ده كان اكبر سؤال بسأله لربنا انت ليه يا رب عملت ده كله؟ افتكرت موقف حصل قبل الحادثة بيومين، وده الموقف الوحيد اللي انا فاكره قبل الحادثة على طول. كنا في اجتماع صلاة في الكنيسة بتاعتي، كنت بكلمهم على بولس والشوكة في الجسد. بولس كان عنده شوكة في الجسد، وصلى مرة واثنين وثلاثة، رد ربنا عليه وقال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وأنا وقتها كنت قاعد مع واحد صاحبي، كل اتنين صلوا مع بعض في الآخر، وأنا صليت قلت له يا رب لو أنا هيبقى عندي شوكة في الجسد بس الشوكة دي هتمجدك، اعمل كده يا رب. وبعدها بيومين على طول حصلت الحادثة. بس لسه كان السؤال الكبير، قاعد أسأل ربنا ليه يا رب؟ طب ما انت قومتني من الموت والناس كلها شهدت بده، طب ما كنت ترجعني شاطر، كنت ترجعني وانا بعزف كويس وانا بمثل، الحاجات دي كلها ما كنتش لسه بعرف اعملها. بس في الوقت ده ربنا كان بيعلمني ان انا اعتمد عليه هو، مش على نفسي، مش على قدرتي انا. ودي كانت نقطة لقاء مهمة جدا في حياتي مع يسوع. في وقتها بدأت أصلي له، أقول له يا رب أنا عايز أعتمد عليك أنت. كنت بعيد السنة تاني في الجامعة مع ناس مش دفعتي مش صحابي، مش ألذ موقف. كنت برجع تاني للخدمة ومش بعمل كل الحاجات اللي أنا كنت بعملها قبل كده، مش بعزف نفس العزف، إيديا ما كانتش لسه بتتحرك قوي. كنت قلقان قوي من التمثيل، إن أنا أرجع تاني للمسرح، عشان كنتش لسه بعرف أتحرك قوي، مش لسه بعرف أقوم وأقف وأجري. بس واحدة واحدة ربنا رجعني. الموضوع ما كانش بالبساطة دي، ما كانش بالسهولة دي أصلي لربنا أقول له يا رب رجعني تاني فرجعت على طول. أنا كان نفسي في ده، بس ربنا علمني الانتظار، علمني إن أنا أطلبه هو وحده وبس. في بداية القصة دي كنت حاسس بالفشل جوايا قاعد يزيد، لكن دلوقتي وأنا قاعد معاكم
أشكر ربنا إنه ساعدني إني أخلص كلية الطب وبقيت خريج رسمي. ربنا دايما عنده أحلى قفلة للقصة. وبعد وقت رجعت تاني أعزف، رجعت تاني أتحرك، رجعت تاني أمثل. وأنا بشكر ربنا لأن هو وراني إنه برغم الحاجات دي كلها إنه هو لسه صالح. إحنا طول حياتنا بنقول ربنا شكرا إنك صالح. اشمعنى دلوقتي يا أندرو بتقول لنا كده؟ أنا بقول لكم كده عشان عن اختبار بتبقى مختلفة. عن اختبار تقدر تقول أنت فعلا يا رب صالح، أنت فعلا بتعمل أحسن حاجة. بعد 3 سنين أقدر أقول إن ربنا صالح. وفي نهاية مشاركتي أنا عايز أسيب معاكم الجملة دي: المعجزات حقيقة مش قصص من زمان، الوقت فات عليها، نقول كان يا مكان. يسوع لسه بيشفي وعنده قوة تكفي لو تطلب بس بالإيمان. يسوع لسه بيشفي وعنده نعمة تكفي. ربنا زي ما عمل معجزة وأقام ابن أرملة نايين هو أقام أندرو من الموت. احنا كنا في أتون النار وفي الآخر طلعنا من الأتون ورائحة النار لم تكن في ملابسهم. يسوع لسه بيشفي وعنده نعمة تكفي لو نطلب بالإيمان. اللقا أصل الحكاية.